أعزائي مشجعين الكرة في مصر، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. من زمان كان في علاقات قوية جدا بين رؤساء مجالس الأندية عندنا في مصر، اللي هو قطبين الكرة المصرية على وجه الأخص أو بالتحديد والأخص، لأن هم دول موضوعنا دلوقتي أو موضوعنا النهاردة أو موضوع الفيديو ده، أيا كان الموضوع. النهارده امبارح بكره، المهم ان عنوان الفيديو ده النهارده بيتكلم في العلاقات ما بين رؤساء الانديه. زمان كان يشهد بينهم الاحترام والتقدير، ومفيش حد كان بيغلط في حد، ما كانش حد بيقل ادبه على حد. اي نعم، كان في روح تنافسيه شريفه، كان اللي بيكسب التاني بيقول له الف مبروك وبيبارك له، واللي بيخسر الكسبان بيقول له هارد لك. والدنيا كانت ماشيه حلوه وجميله، وكانت الامور هاديه وزي الفل، لحد ما جه عندنا او لحد ما جه علينا السرطان اللي دخل علينا الرياضه او الكوره على وجه التحديد وخرب الدنيا كلها. شفنا التحفيل زاد، وشفنا الغلط في لعيبه وضياع مستقبلها زاد، وده بسبب شخص واحد كان سليط اللسان وما كانش عنده تفكير يعني ايه رياضه، ما كانش عنده روح، يعني ايه روح رياضيه، ما كانش عنده اي حاجه تخص الكوره على وجه الاخص. ما كانش فيه الكلام ده كله، كان سليط اللسان. اي لاعب اللي ما يرضاش يمضي معاه او اللي ما يقدرش يقنعه هو وولاده بان هم ييجوا النادي عنده، كان دايما بيتغلط فيهم، سواء هم واولادهم واحفادهم، وبيشتم نجوم كبيره ورموز كبيره سواء في اهلي وزمالك وكل الدنيا كلها. اهم حاجه تبقى معايا، اهم حاجه تقول عاش المستشار مات المستشار، وكان هو اللي واخد الشو كله لصالحه، ويعمل هنا فتنة ويشتم في ده ويشتم في الكابتن الخطيب اللي الكل أشهد باحترامه وتقديره. لأن كابتن الخطيب وأي واحد مارس كرة قدم أو رياضة عندنا في مصر فإحنا بنعتبره قدوة، وده رمز لينا. وقال إيه صالح سليم، ويسمي صالح سليم بشارع عنده في النادي بتاعه صالح، باسم شارع كابتن صالح سليم، وياخد النادي بتاعه ويعملوا عزبة ليه هو وولاده. والدنيا كلها كانت مليانة شحن وتخلف، وده يهاجم في ده وده يهاجم في ده، مع العلم ان الكوره اصلا عندنا منتهيه. انا وانت واحنا بنشجع اهلي والزمالك عارفين احنا ما عندناش كوره، عارفين ان احنا متاخرين، عارفين ان احنا ما عندناش نظام دوري محترف. جابوا لنا رابطه انديه محترفه ولا ليها اي 30 لازمه. مسابقه الدوري لسه زي ما هي بايظه وتعبان، لا عارفين الاهلي هيلعب امتى، ولا عارفين الزمالك هيلعب امتى، ولا اسماعيلي ولا مصري ولا اي حاجه، وهي ماشيه. ونقول يلا نجري ورا تهليله في جون حلو، ونجري ورا لاعب بيلعب موسم حلو، وبنقول يلا معلش امر واقع، هنعمل ايه؟ مش عارفين نغيره. والمسؤولين عن الكوره في مصر ما هم مش عارفين يغيروا، مش عارفين يطلعوا مدرب زي بتاع كوت ديفوار اللي فضل صابرين عليه، وراجل اشتغل على نفسه كويس جدا وراح هنا ودرس وعمل دورات تدريبيه في كذا حته، لحد في الاخر ما قدر ان هو يجيب لبلده من ان هو مدير فني مساعد للمدير الاجنبي للمدرب الاجنبي، وقدر ان هو يجيب البطوله. احنا في مصر مش عارفين نعمل كده، بالعكس ده احنا لما بنجيب ناس نحطها في المنتخب وتفشل والكل بيشهد على فشلها، تطلع تهاجم ناس تانية. ولكم في كابتن ايمن عبد العزيز مثال، اللي كان بيطلع يهاجم في محمد شوقي هو عمل ايه والكلام ده كله. ما علينا، موقف محترم وجميل وفي منتهى الرقي والاحترام والجمال اللي عمله النهارده نادي الزمالك، او اللي عمله النهارده حسين لبيب او كابتن حسين لبيب باستضافته لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. الموضوع في الاخر او في الاول او في الاخر او في اي حته هو اسمه نادي الزمالك. كابتن حسين لبيب هو مشرف او هو بيرقص نادي الزمالك في حته ان انت تجيب النادي الاهلي او مجلس النادي او مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب وتستضيفه عندك وتعمل الشكل الحضاري ودرع النادي من هنا ودرع النادي من هنا، وتوصل رساله للجمهور في مصر ان في الاول وفي الاخر دي كوره. مالكش ان انت تطلع تشتم في لاعب او تشتم في مدرج او تشتم جمهور او ايا كان، لان هي في الاول وفي الاخر حته جلده 22 واحد في الملعب بيجروا وراها. ملهاش لازمه الشتيمه، ملهاش لازمه الخوض في الاعراض، ملهاش لازمه المشاحنات اللي على الفاضي وعلى المليان. لا، هي رياضه لا اكتر ولا اقل. موقف جميل برضو محترم ولفته طيبه جدا، حته ان هم يحطوا ورد على المهندس عامر فاروق، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب.
ان هم قدروا ان الراجل برده مش موجود، بس لا انت موجود معانا وفاكرينك. دروع النادي اللي اتسلمت، وكابتن الخطيب وهو بيخش النادي، وكابتن الخطيب او النادي الاهلي اعلن ان هو هيستضيف مجلس اداره نادي الزمالك. لقطه انا احترمتها جدا، وحرفيا الراجل اللي طلع او الشخص اللي طلع بلقطه زي دي او فكره زي دي، الراجل ده في منتهى الادب والاحترام. خلاص بقى عايزين ننسى اللي فات. وكابتن الخطيب برضو اكد على الكلام ده كله، ان احنا اهم حاجه صوره البلد كلها تبقى قدامنا في العالي. كان في شخص بوظ الدنيا وخرب الدنيا زي ما قلت في اول الفيديو، ان هو الناس المشاحنات عند الجمهور زادت وبقت حاجه مش لطيفه، ولا احنا مش عارفين نشجع كوره اصلا. عمري ما كان تشجيع الكوره بالشتيمه، وعمري ما كان تشجيع الكوره بقله الادب على بعض، ولا اي حاجه، ولا صفحات السوشيال ميديا. يمكن من وجهه نظري ان اهم رساله ان اداره الاثنين النوادي اللي هم يعتبر اكبر نوادي في افريقيا وفي العرب، مش في مصر بس، وصلوها للسوشيال ميديا كمان. يمكن في صفحتين على السوشيال ميديا، واحد بيمثل الاهلي والتاني بيمثل الزمالك، وكلهم معروفين عند الناس. ده يطلع يقول لك احنا بنمثل النادي وبندافع عن النادي، ويقعد تحفيل اللي ظهر لي جديد دوت، والكوره بقت معتمده اعتماد كلي على التحفيل، ونسينا كوره اصلا. نسينا ان احنا نقعد نتفرج نستمتع باللعبه، لان هي في الاول وفي الاخر اسمها لعبه. فاحنا مش التحفيل دوت مالوش اي 30 لازمه من وجهه نظر. احنا بنقعد نستمتع بحاجه، كسبنا الف مبروك، خسرنا هنشوف ايه اللي ما كناش حلوين فيه ونبدا نشتغل عليه. الكلام ده موجه لده ولده، سواء ابيض او احمر. يا سيدي الفاضل انت وهو كفايه حاجه اسمها تحفيل. خلينا نحترم بعض، خلينا نأدي رساله في الكوره انها تبقى راقيين شويه عن كده. والناس اللي بتطلع في البرامج وتفضل تهلل وتفضل تهاجم وتشتم وتقل من الناس زميلها لعبوا معاهم في الملعب، او حتى كان في منافسه شريفه بينهم في يوم من الايام، الناس دي المفروض تهدى على نفسها شويه هي كمان. خلاص من وجهه نظري الشخصيه ان النهارده موت كل حاجه اسمها تعصب، قضى على التعصب. خلاص الاثنين النهارده واقفين جنب بعض، اخدوا صوره في منتهى الادب والاحترام والجمال والشياكه. خلاص وصلوا رسالتهم، احنا بنلعب كوره، احنا بنمارس رياضه، ملهاش لازمه نشتم ونهاجم ونهلل على الفاضي وعلى المليان. وهرجع اقول ان احنا ما عندناش كوره، احنا ما عندناش بنيه تحتيه للكوره، لسه احنا بدري علينا قوي عشان نشتغل ونبدا بقى ايه نشوف الكوره احتياجاتنا للكوره ورايحين فين وجايين منين. فعايزين نهدى، وعايزين نقطه من اول السطر من النهارده. المفروض ان الماتش الجاي اهلي وزمالك ان شاء الله هو اقرب مناسبه الماتش بتاع السعوديه في نهائي الكاس. فانا اتوقع او انا شايف المنظر دلوقتي ان رئيس النادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك قاعدين جنب بعض في المقصوره، ولما الماتش يخلص اللي خسر هينزل يتقال له هارد لك، واللي كسب هينزل يتقال له الف مبروك. ونرجع بقى الصوره الحضاريه بتاعت زمان لما كان كابتن حسن حمدي وممدوح عباس او دكتور كمال الشناوي او كابتن صالح او كابتن محمد حلمي والناس الافاضل دي كلها. انا في مقوله او في حاجه فاكرها لكابتن سيد عبد الحفيظ لما كانت بيتسال هو انت ليه ما بتعملش زي كابتن طارق سليم والناس دي اللي ما كانتش بتطلع تتكلم عن ناس في نادي الزمالك. قال المذيع وقتها انتوا بتتكلموا عن ناس كان زمايلها في الانديه الثانيه ناس محترمه زي كابتن حماده امام، لكن انا عندي مين الثاني في النادي المحترم اللي كان بيطلع رئيس النادي بتاعه يشتمني؟ مين؟ الشخص ده اتقضى عليه، اتقضى عليه تماما، مش عايزين ندخله بينا تاني. خلاص بقى زي ما قلت نقطة ومن أول السطر، وعايزين نهدى مع بعض، وعايزين نبطل دفع قدام بعض. خلاص الدنيا كلها هديت، والدنيا كلها هتبقى كورة في كورة في كورة، مفيش أي شتيمة في بعض، مفيش أي مشاحنات على الفاضي وعلى المليان. وإن شاء الله نرتقي في اللي جاي، وإن شاء الله يبقى الخير لنا كلنا بإذن الله. عجبني بصراحة اللقطة النهارده بتاعت نادي الزمالك، وحبيت إن أنا أطلع أشارك رأيي مع حضراتكم. فأي حد شايف في نقطة أنا مش متفق معاه فيها، أتمنى إن أشوف رأيه تحت في التعليقات، وندخل أنا وهو نتناقش ونشوف الدنيا كلها رايحة فين، وأحب أسمع رأي حضرتكم يعني. لو وصل لك الفيديو ما تنساش تشاركنا بدعمك ليا، إنك تشترك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من العبد لله. استنى دعمك ليا بإنك تشترك في القناة وإنك تضغط على اللايك، ومفيش كلام بعد كده.
والسلام عليكم ورحمة الله.